ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجع لكم النهارده بقى بفيديو حلو قوي عجبكم. اليومين دول طبعا السوق مليان بطاطا كتير جدا. عشان خلاص دخلنا في الشتاء بقى، كل سنه وانتم طيبين. جايلكم بقى بوصفه سهله وبسيطه وحلوه جدا جدا. يعني اللي مش بيحب البطاطا هياكلها بالطريقه دي اساسا يعني. معايا النهارده 2 كيلو من البطاطا مغسوله اهي، بس لسه هقطعها واعرفكم هتعمل ازاي. ومعايا بسكوت ساده، اي بسكوت ساده بقى انتوا بتحبوه، اي حاجه متوفره عندكم. بسكوت المدارس اللي بتحوشوه، اي حاجه يعني. المهم، بسكوت ساده والبطاطا على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. وعندي نص كيلو لبن. كل ما هتكتري مثلا من كميه البطاطا والبسكوت هتكتري برضو اللبن، كل حاجه هتكتريها، بس انا هقول لكم المقادير بتاعتي اللي هي ال2 كيلو بطاطا. ال2 كيلو بطاطا هاخد عليها من نص كيلو لبن، وهاخد عليها باكوين بسكوت ساده، وكمان معايا باكو من الكريم كراميل. بس دي المقادير بتاعتي النهارده، هعملها واوريكم بقى الوصفه هتبقى حلوه ازاي وجميله وهتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا بقى اوريكم انا هعملها ازاي. البطاطا معايا مغسوله ونضيفه وكل حاجه، بس الطبقه الحمراء اللي مع الوش دي لازم ان احنا هنشيلها، لان احنا دلوقتي هنسلقها وهنضربها في الخلاط، وعايزينها تبقى لونها اللي هو زي الكراميل كده. يعني كلها تبقى لون واحد، يعني هضربها هي والكراميل مع بعض في الخلاط وهعملهم على النار. هتطلع كلها بلون واحد وصافيه، يعني ما يكونش فيها اي الوان بتاعت اللون الاحمر ده. تمام. فامسكها دلوقتي وهقشرها اهي. عايزين بقى تقشروها تقشروها، عايزين تعملوها كده مش مشكله، اي حاجه بس كده احسن عشان ما نهدرش منها كتير. وكمان في بطاطا بتتجاب ما بتبقاش مسكره خالص وملهاش اي طعم، فبالطريقه دي هتحبيها جدا، انك انت تحط لها كراميل مع البسكوت مع اللبن مع السكر وبتاع، فهيظبطوا بقى الطعم بتاعها. وهتبقى مثلا ممكن ما تتعامليش معاها كبطاطا، تتعاملي معاها كحاجه حلوه تتسلوا فيها. مغذيه جدا للاطفال. اي حد يحبها يعني. هعمل باقي الكميه دي عشان بس ما اطولش الفيديو عليكم وارجع لكم تاني. وهنا بقى بعد ما قشرت البطاطا كلها بصوا، وقطعتها كمان شرايح رفيعه خالص عشان تستلم معانا بسهوله وما تاخدش معانا وقت. قلت يعني قطعتها كلها طرنشات زي ما انتم شايفين كده، وقشرتها كل حاجه. قلت بس ايه اقطع معاكم اخر اتنين هما بس اللي فاضلين عشان ما اطولش الفيديو معاكم. جبت محمود بقى طبعا يساعدني لان الكميه كبيره طبعا وعايزه انجز عشان تورين كمان بتعيط جوه لوحديها. فهيساعدني بس اللي هو يحط البسكوت في اللبن، يعني هيغطس البسكوت في اللبن. اللبن كده عايز يبارد يعني مش ساقع او مش زي سخن او كده. حاجه. ويحط في كل طبق واحده. وانا هقطع البطاطا اهي، هنقطعها طرنشات كده بس رفيعه جدا عشان متاخدش وقت في السليق جدا بس خالص اهم يعني. حاجه ما نغطسش البسكوت للاخر عشان ما يسيحش منك، يعني ما بالظبط. تطولش في التغطيس بتاعه. بالظبط، يعني هي غطسه ويتشال على طول عشان بيبوظ بسرعه. شايفين الشريحه رفيعه ازاي؟ رفيعه جدا. هسلق بقى البطاطا دي، وبعد ما تتسلق وتتهري على الاخر خالص هقوم ضربها في الخلاط مع شويه ميه من السلق اللي اتسلقت فيها، مع نص كيلو لبن اللي قلت لكم عليه اللي هو كوبايتين اللبن دول. يعني لو بالمعيار كوبايتين او نص كيلو يتجاب يعني ده كيلو ويتعمل بقى على طول. بس وكده هي خلصت البطاطا خلاص. هحطها بقى في الميه المغليه على النار، هنا اصلا مولعه عليها غليت. هحطها دلوقتي اهي. خلصت الكميه بسم الله ما شاء الله، بصوا كتير ازاي وحلوه. هحطها بقى في الميه المغليه اول ما محمود ما يخلص الاطباق دي ونكمل سوا. وهنا بقى بعد ما سلقت البطاطا بصوا، هنا اتسلقت واتهرت خالص اهي. سبتها كمان 5 دقايق تهدى كده عشان الدخان بتاعها والسخونه بتاعتها كانت عاليه جدا. بصوا، هحطها بقى في الخلاط. دي الميه بتاعتها، انا مش هستخدم الميه بتاعتها كتير، انا بس الميه اللي هي تشغل بس الخلاط معايا، زي كأنك بتضربي قوطه بتحط لها مثلا شويه ميه صغيرين بس. هضربها بقى في الخلاط كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وهنا اهو خلاص بعد ما ضربت الكميه كلها في الخلاط بصوا القوام بتاعها تقيل ازاي. انا عايزاها تبقى تقيله كده عشان تمسك معايا في
مع الكريم كراميل. بصوا القوام، بصوا تقيله ازاي. عشان تبقى تقيله متبقاش سايله قوي. بصوا يعني الميه اللي انا بحطها معاها اللي هو يا دوب تخلي الخلاط بس يتحرك عشان ما يبص، بس مش اكتر. يعني كان مش بحط الميه اللي بتتسلق فيها كلها، يعني بستخدم منها شويه وجزء تاني برميه بس. وهنزل بقى بيها على النار. وهنا اهو الحله عشان انزل فيها اعمل الكريم كراميل الاول. كوبايه من اللبن اهي. ادي الكوبايه التانية عشان كده ده معايا نص كيلو اللبن. وهنزل بكيس الكريم كراميل. اهو ندوبه كويس اهو. بعد ما دوبت الكريم كراميل على نار هاديه وبدا يتقل معايا، هنزل بقى بنص كوبايه من السكر اهي. نص كوبايه بس لان الكراميل مسكر شويه، وكمان البطاطا بتبقى مسكره شويه، فعشان ما تبقاش مسكره جدا متعرفوش تاكلوها. وكمان برضو البسكوت مسكر، فهي كفايه نص كوبايه بس. هدوبها تماما كده لحد ما كل السكر يروح خالص ويختفي اه. خلاص كده السكر داب والكراميل وكل حاجه جهزت. هنزل بقى مع البطاطا اهي اللي احنا عملناها. بسم الله. شايفين القوام تقيل ازاي ما شاء الله اهو. انا عايزه القوام بتاعها يكون تقيل كده، ما تكونش خفيفه قوي. انا مش مزوده كراميل اكتر من كده عشان طعم البطاطا برضو يكون باين، لان انا بحب البطاطا يعني. فلو كنت حطيت مثلا كيسين او حاجه ما كنتش احس بطعم البطاطا، كان يبقى طعم كراميل اكتر كده. بقى تحسوا بطعم البطاطا وطعم كمان الكراميل، كل حاجه تحسوا بطعمها، هتلاقي طعمها جميل جدا. لو جربتوا الفكره دي بجد هتدمنوها من كتر جمالها، هتدمنوها فعلا. شايفين القوام حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله جميل قوي. هنا بقى البطاطا اهي بعد ما غليت خلاص سبتها خدت غلوه بس. هبدا بقى اعبيها فوق البسكوت اللي احنا عملناه ده. البسكوت ده اللي احنا غطسناه في اللبن، هنزل عليه بالبطاطا اهو. وان هو عبيت ال 12 طبق دول بس، قلت كده كفايه مش هعبي اطباق صغيره تاني، عشان كده التلاجة تتملي اطباق صغيره مش هعرف احط اي حاجه تاني يعني. واتبقى برضو يعني بصوا اتبقى برضو بسم الله ما شاء الله كميه حلوه. فقلت احطهم بقى في السرفيز ده يلمهم لي كده واخلص على طول. انا رصيت فيه البسكوت ده في اللبن ورحت رصاه فيها، وهنزل بقى بالبطاطا الباقي كلها في قلبيها عشان ما اعملش اطباق اكتر من كده اهي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله حلو جدا. ممكن بقى نقدر نعمل ايه؟ ممكن انا مش هحط في كل الاطباق دي والسرفيس ده، مش هحط فيهم كلهم
كراميل. احنا ممكن نزين حاجه فيهم بس الكراميل كده، ونحط بقى ده كيس من كيس الكراميل من بيض الكراميل اللي احنا عملناها. ممكن بقى نعملها هنا بس كده، نزين بس بقى اي شكل كده اهو. بس انا مش حابه ازود اكتر من كده، كفايه قوي كده اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. وعملنا كميه حلوه قوي من 2 كيلو بطاطا. يعني ما شاء الله لو انت عندك اطفال كتير مثلا، او عندك حد مثلا عازماه، او اي حاجه يعني، ب2 كيلو بطاطا هتعمل لك الكميه الحلوه دي. وممكن بكيلو واحد بس هتعمل لك الكميه دي برضو. يعني مش بالظبط، هتبقى اقل شويه طبعا عشان الكيلو ده ليه 2 كيلو اكيد. مع طبعا مع اللبن، مع كيس كراميل. يعني مش هتكلفك كتير، يعني هو نص كيلو لبن، كيس كراميل، وكيلو بطاطا بس، ونص كوبايه سكر. يعني مش كتير، يعني مش مكلفه قوي يعني، ومغذيه جدا ومفيده، وهتحبوها وهتجربوها بس مره هتلاقوا نفسكم بتعملوها كتير، هتدمنوها ادمان بجد. انا بجد يعني اول مره كنت اعملها كده حبيتها جدا، ومن ساعتها ما بطلتش ان انا اعملها. وبحب ان انا اعملها واسقعها كده واكلها. هي تمشي في الصيف وتمشي في الشتاء، لانها بتتحط في التلاجة وتبقى حاجه ساقعه وحلوه. انما هي في الصيف ما بتكونش موجوده كتير، فالفتره دي احسن فتره تاكلوها فيها، لانها ما بين الصيف والشتاء، فهو ده الجو الحلو اللي هو تقدروا تشربوا فيه حاجه ساقعه شويه، تاكلوا حاجه ساقعه شويه. انما طبعا في الشتاء مش هتقدروا تاكلوها بالطريقه دي، فتاكلوها اكتر مشويه يعني. فاتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واستنوني في وصفات جايه كتير. ويلا استودعكم في رعايه الله. باي.